يلا يا جماعه تعالوا. السلام عليكم. أنا دخلت هنا وأنا بموت بفضل ربنا، بفضل دعواتكم، وبفضل الملائكة اللي موجودين دول كلهم. هكون مع الدكاترة. حضرتك قول للناس أنا كنت جاية إزاي. على كل الناس يا رب دايما. بجد يعتبر انجاز من الانجازات اللي ربنا من علينا بيها في الايام الجميله دي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يمكن الاستاذه نشوى كانت داخله بتصارع الموت بجد، تمام؟ يعني نسبه الاكسجين ضعيفه جدا في جسمها. المرض كان ابتدى في مرحله النشاط العاليه بتاعته، والحمد لله ربنا قدرنا وادانا الاسباب ان احنا نقدر نشتغل بيها كويس. كل الدكاتره المحترمين اللي واقفين انا اسمحوا لي بقى والتمريض اللي كانوا سهرانين ليل نهار بيدوا العلاج ليها والكل اللي زيها. الناس دي ما كانتش بتنام، الناس دي ما كانوش بيناموا نهائي عشاني. تعالى يا صاحبي. هبتدي بابني دكتور محمد توفيق. قول للناس لما دخلت لي بعد ما تعافيت قلت لي ايه؟ الحمد لله ان ربنا نجاكي من فتره معينه. المرض ده في فتره معينه اللي هي فتره الالتهاب اللي بتسمى العاصفه. المريض لو دخل فيها يا بيتم شفاعه على خير يا اما بيروح الناحيه الثانيه. فالحمد لله ان ربنا نجاكي في الفتره دي والحمد لله الدنيا ماشيه على خير. ده بقى ابني، يا رب كل الشباب يبقوا زيه. ابني محمود، دكتور محمود، ربنا يكرمك يا رب. من فضلك قول للناس انت ازاي كنت بتهديني. احنا من اول معنا طبقا لبروتوكول الوزاره وادينا كل الادويه الممكنه اللي ممكن تساعد الاستاذه نشوى ان هي تتعافى من هذا المرض، والحمد لله بفضل ربنا ثم بفضل البروتوكول بتاع وزاره الصحه اللي حاطينه اساتذه كبار. الاستاذه نشوى بقت كويسه وبفضل مجهود زمايلنا في المرور اليومي عليها. دايما الحمد لله كنا بنطمنها وبنقول لها ان حالتها كويسه، والدعم النفسي كان مهم جدا ليها. كان احد العوامل اللي خلتها تتعافى بسرعه هو الدعم النفسي والكلام الكويس والمعامله الكويسه ليها مننا ومنها لينا. دي كانت حاجه كويسه جدا منها واحنا بنشكرها جدا على ذوقها واخلاقها جدا جدا. الاستاذه نشوى ما شاء الله يعني ما شفناش في اخلاقها والله العظيم. الله يخليك قبل كده ربنا يعني. يحميكم يا رب. حبايبي بقى ابني يعني انا حسين، انا مش عارفه اشكرك ازاي والله. يعني ربنا يبارك لوالدتك ولاسرتك فيك يا رب. الله يخليك الله يخليك يا حبيبي. دكتور احمد محمد اسعد، انت حضرتك بقى كنت المسؤول عن الحاجات اللي هي مكافحه العدوى بقى والحاجات دي كلها، والشرح اللي حضرتك قعدت تشرحه لي. طبعا الحمد لله والف سلامه على اخوك حضرتك. واحنا طبعا هنا الحمد لله المرضى برغم ان حضرتك طبعا قيمه فنيه عاليه جدا، لكن المرضى هنا والله يشهد ربنا كلهم زي بعض بالظبط. واحنا هنا الحمد لله المنظومه اللي عاملها الدكتور طارق تحت اشراف وزاره الصحه منظومه قويه جدا، والحمد لله يعني حضرتك شفت الاثر يعني. انا ما شفتش، انا صحيت الحمد لله. الحمد لله. دكتور احمد امبابي ده بقى ابني الصغير، ده اللي كان مسؤول عن رفع روحي المعنويه. انا داخله بموت وقال لي حضرتك ليه ما بتضحكيش؟ هتضحكي وقريب قوي هتطلعي من هنا وانتي احسن ما جيتي. وفي يوم قال لي لما تعافيت امبارح تحديدا، قال لي ايه ده يا مدام نشوى، انت نسبه الاكسجين بتاعتك بقت احسن مني. فبس قال ما شاء الله يعني. الحمد لله احنا فرحتنا ما تتوصفش بخروجك، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا والله، اهم من اي حاجه تانية. كفايه روحك الحلوه اللي كانت معانا واحنا ما عملناش الا الواجب يعني. ده الواجب بتاعنا وحياة ربنا. بس انت وعدتني تعزمني على فرحك ان شاء الله. انت اول واحده في فرحي ان شاء الله. ان شاء الله. الله ربنا يكرمك. بسم الله رئيس التمريض. بسم الله يا حبيبتي. الست دي
هي على فكره واحده من حوالي 12 نوباء، يعني نبطشيات مختلفه، فكلهم بلا استثناء بلا استثناء كانوا محسسيني ان هم الضيوف عندي، مش محسسيني ابدا ان انا تقيله ولا ان انا مجهود ومشقه عليهم. انا في يوم في 4 سهروا من بالليل، من الساعه 2 بالليل للساعه 5 الصبح، بيعملوا لي كمادات في جسمي كله جنب الادويه اللي باخدها، لان الحراره كانت وصلت ل 40 ومش عايزه تنزل. اليوم ده انا حسيت ان انا قليله، حسيت ان انا ما بعملش حاجه وما اسويش حاجه جنب هيئه التمريض كلها، انا ما اسويش. المهم بقى اعظم حاجه الامرايه. ناهد دي اجمل بنوته في الحياه الحقيقه. انا فاكراها بنوته طلعت تيتا، فلسه تيتا جديده، وده كانت مسؤوله عن انها بالاجبار بتاكلني. قالت لي الاكل هم يعني مسؤوليتهم العلاج، انا مسؤوليتي الاكل. انا بحبك، انا بحبكم كلكم والله العظيم. الحمد لله على سلامتك. انا عايز اطيب المنى بدوام الصحه. هنبتدي نصور تمام بس. اوكي. ده التاج بتاع الشطار اللي بيخفوا. يا دكتور